السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم لمسات إيلين. صحة عيدكم البنات، كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله يدخل علينا بالصحة وبالهنا. كما راكم تشوفوا البنات، اليوم راني جبت لكم وصفة جديدة بمناسبة العيد، يعني العيد الكبير. جبت لكم هذا البريوش باش تحضروه وتفرحوا به وليداتكم وتفرحوا به نتوما إن شاء الله ثاني في العيد. الوصفة تاع اليوم بزاف شابة. وصفة البريوش اللي قلت لكم حشيتها لكم بالشوكولاتة وبتزيين خفيف بالكوكاو ايفيلي والكونفيتور. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفة تاع اليوم. الوصفة تاع اليوم بزاف سهلة وبزاف شابة. البريوش يجي خفيف بزاف ويجي هشيش، ومحشي بالشوكولاتة كما راكم تشوفوا. جبت لكم طريقة جديدة، يعني تبعوا معي الطريقة حتى التالي باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. صلوا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. نبدو بالطريقة وبالمقادير. هنا في ريسيبيون درت 5 كيسان تاع فرينة، حجم الكاس تاع 220 مليلتر. زيت مبشور الليمون، حبة تاع ليمون، درت لها المبشور تاعها، قلعت لها المبشور تاعها عفوا. مغرفة كبيرة خميرة الخبز، كأس سكر ناقص إصبع، مغرفة صغيرة تاع ملح يعني حسب الكمية، زوج مغارف كبار تاع حليب بودرة يعني لحظة، كما راكم تشوفوا. هنا البنات راني درت كاع المكونات في رحبة، يعني ندير كل شيء مع بعض. هنا درت زدت ايضا حبه بيضه تكون كامله، ربع كاس زيت يعني نفس الكاس اللي عبرت به الفارينه. هنا راني زدت مغرف كبيره تاع مارغرين. كما كنتم تشوفوا انا ضفت المقادير يعني بلا ما مباشره، يعني خلطت كل شيء في رحبه. هنا راني زدت كاس حليب يكون دافي، وكما كنتم تشوفوا هنا راني درت ربع كاس تاع الماء المعطر كما قلت لكم. ونبدا نخلط بالخلاط الكهربائي حتى نتحصل على عجينه، ونعجنها لمده 10 دقائق. اللي ما عندهاش العجين يعني كل خطره تضربها بيديها حتى تخرج هذاك الهواء. هنا بعد ما عجنتها كما راكم تشوفوا نخرج كاع هذاك الهواء ونديرها تخمر لمده ساعه ولا ساعه ونصف. هنا نغطيها بكيس بلاستيكي ونغطيها ايضا بسربيته ونخليها ترتاح. هنا البنات بعد ما خمرتنا العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا نخرج لها كاع هذاك الهواء ونديرها دوائر صغار كما راكم تشوفوا، يعني متوسطين هذوك الدوائر، ونغطيهم ايضا بالكيس بلاستيكي باش ما يضربهمش الهواء. ونبدا نحضر معكم في البريوش تاع اليوم اللي جا بزاف شباب وجا بزاف هشيش البنات، خاصه كي حشيناه بالشوكولاته. ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله برك تعجبكم. بلا ما نوصيكم حبيباتي اللي اول مره تشوفوا القناه اشتركوا في قناتي وديروا لايك لا فيديو، وبارطاجوها مع كاع الاصدقاء باه توصل لاكبر عدد من المتابعين. هنا كما كنتم تشوفوا باستعمال الحلال حليت هذيك العجينه كما كنتم تشوفوا. جبت هذه الجراره تاع البيتزا ولا تاع ما نصحكمش البنات بالخدمي، يعني يقطع لكم العجينه. هذه تساعدكم بزاف. كما راكم تشوفوا هنايا نزيد ندير الشوكولا اتارتيني. نتوما الشوكولا اللي تكون متوفره عندكم يعني تزيدوها، ونضغط هكا في الحواف باه ما تخرجناش هذيك الشوكولا تاعنا. ونلوي هنايا باش نتحصل على بريوش بكل طريقه، بكل سهوله كما راكم تشوفوا. هذه هي الحبه تاع البريوش تاعنا، يعني جات بزاف شابه وسهله. غادي نزيد نحل معاكم حبه اخرى باش تشوفوا الطريقه اكثر. انا في سطح العمل البنات ما زدتش الفرينه، يعني كما راكم تشوفوا العجينه راهي ناجحه 100%. لما تولينا نحلها كما راكم تشوفوا بالحلال ونقطع هذوك الخطوط. وندير شوكولا كما راكم تشوفوا، يعني نتوما البنات شوكولا كما تبغوا، يعني يتكثروا يتديروا شويه قليل، يعني ماشي تكثروا حتى كي ندوروها تخرج لنا، بصح ثاني ماشي تقلوا حتى ما كي نحلوها ما نلقوش كاع الشوكولا.
هنا وندورها ونضغط على الحواف باه ما تخرجيش قلتلكم شوكولا، وندور بكل سهولة. هنا البنات غادي نخلي البريوش تاعنا يخمر لنا، ومن بعد نجيب صفر بيضة ولا بيضة كاملة كيما تبغوا، ونزيدو لها لافاني وشوية تاع خل باه تروح لنا هذيك ريحة البيض. هنا البنات بعد ما حطيته في لي بلان قلت لكم نخليه يخمر لمدة نصف ساعة. نكمل قاع الكمية اللي درتها، يعني هنا البنات خرجت لي 14 حبة، يعني 5 كيسان تاع فرينة خرجوا لي 14 حبة. وانتم كل ما تبغوا تكثروا الكمية يعني تكبروا الكيلة. هنا كما تشوفوا جبت لكم قلت لكم درت صفار، درت له شويه خل وشويه لافاني، ونبدا نبانسي في البريوش تاعنا. نديره يطيب من التحت على درجه 180 درجه. كي يطيب لنا من التحت نديروه من الفوق. هذا هو البريوش تاعنا بعد ما طاب. شوفوا البنات، شوفوا شعل جا بزاف شباب، يعني في الشكل وفي الطراوه كما راكم تشوفوا. يقعد معنا مده طويله بلا ما يقسح لنا وبلا ما يفسد، يعني مدة طويلة بلا ما يفسد لنا. هنا البنات بالنسبة للتزيين اختياري، تنجموا تخلوه غير كيما راه، يعني راه التزيين تاعه راه شباب وما من الذوق تاعه بزاف شباب كيما هاك. انا غادي ندير معكم لمسة خفيفة. جبت شوية كونفيتور، استعملت كونفيتور تاع المشماش. هنا كما راكم تشوفون نبانسي البريوش تاعنا ونزيد له شويه كوكاو ايفيلي. نتوما لما كاش عندكم متوفر يعني تنجموا تخلوه غير كيما هاك، ولا ديروا له شويه ججلان من الفوق، ولا ديروا له شويه سكر غلاس. يعني التزيين اختياري. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفه تاع اليوم. نتمنى برك تجربوها وشاركوني في التعليقات، يعني كثروا لي البنات من التعليقات. هذا هو. شوفوا البنات شعل بزاف شباب. غادي نزيد معكم 2 حبات كما راكم تشوفوا. انا حتى الصباح ان شاء الله نتقهوى به انا ولا الاولاد. مش باين يعني ما نديرش كاع الكميه اللي نبغي ناكلها، ندير لها شويه كونفيتور ونزينها بالكوكاو. هنا البنات كوكاو ايفي يعني حمصتها شويه باش يجينا بنين. هذا هو البريوش تاعنا بعد ما كملت الوصفه تاع اليوم. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، وما تنسوش تجربوا الوصفه تاع اليوم اللي متاكده راح تعجبكم بزاف بزاف. هنا نعاود نقول لكم صحه عيدكم، كل عام وانتم بالف خير. مع السلامه.